باسمي واسم عشائر إقليم الفرات نقدم بيان إلى الرأي العام. منذ قرون تمارس الدولة التركية سياسة الإبادة والمجازر بحق الشعوب من قتل وتهجير والتغيير الديمغرافي ضد الأرمن والسريان والكرد والعرب لتثبت وجودها على أساس تدمير المجتمعات، حيث لا زالت تركيا تسعى جاهدة من أجل القضاء على الشعب الكردي وشعوب المنطقة من خلال سياساتها الإنكارية والقضاء على كل من يختلف معها من خلال نهج سياسة العلم الواحدة واللغة الواحدة والقومية الواحدة، تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون دول الجوار وخلق الأزمات في سبيل تحقيق حلمها لإعادة إمبراطوريتها المريضة وتطبيق الميثاق المللي على حساب شعوب المنطقة. لكن ترى العقبة الأساسية في تحقيق طموحاتها التوسيعية قوات الكاريلا ومشروع الأمة الديمقراطية، لذا يلجأ إلى استخدام جميع أصناف السلاح المحرم دولياً للقضاء على هذه القوة والإدارة. وبحسب البيانات التي تم نشرها ومشاهدتها للإعلام المرئي، تعرض قوات الكاريلا الثلاثاء 18/10/2022 للغارات الكيماوية السامة، واستشهد على إثرها 17 من مقاتلي الكاريلا في شمال كردستان على يد الجيش التركي. هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الجيش التركي الفاشي الأسلحة المحرمة، فقد استخدمت تلك الأسلحة مرات عديدة وفي أماكن عديدة أمام أنظار المجتمع الدولي وصمت المنظمات الإنسانية المعنية. فنحن وجهاء وشيوخ العشائر في إقليم الفرات وبكل مكوناتها ندين هذا العمل الإجرامي، ونحن نحمل الموقع على اتفاقية لاهاي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الحروب المسؤولية تجاه تركيا، ونطالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شفاف ومحايد في المناطق التي تستخدم فيها هذه الأسلحة المحظورة. ونطالب أيضا المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية ضد الدولة التركية لمنعها من ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ونناشد جميع عشائر الشرق الأوسط والمؤسسات الدولية والحكومات وجامعة الدول العربية وكافة المثقفين والسياسيين والديمقراطيين العرب والكرد إلى التحرك ضد أعمال تركيا اللا إنسانية وفرض عقوبات عليها. وندعو وسائل الإعلام العربية والدولية ألا تكون شريكة بجرائم تركيا من خلال صمتها، وأن تقوم بعملها المهني بفضح جرائم تركيا تجاه الشعب الكردي وشعوب المنطقة. الشفاء العاجل لجرحانا والرحمة لشهدائنا. شيوخ ووجهاء إقليم الفرات، كوباني، 26/10/2022.